ايه رأيكم بقى بحبة هريسة الشطة الجمال اللي زي العسل دول، اللي اتعمل بيهم بتنجانة مخللة ولا يتملح بيهم سمكاية كده؟ يلا بينا نشوف المقادير ونشوف المكونات. متنسوش اللايك والشير والكومنت الجميل لقناتي وصفة شيماء، قناة بقدم لكم فيها الوصفات فقط لا غير. يلا بينا نشوف وصفة النهاردة هقدم لكم فيها ايه وعبارة عن ايه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. أهلا بيكم في قناتي وصفة شيماء. معايا النهارده فلفل احمر اللي بيتعمل بيه هرسة الشطه. هقول لكم الاول لما جبته عملت فيه ايه. غسلته غسله حلوه وجبت فوطه نظيفه وفردته على الفوطه لما نشف تماما، وبعد كده شلت العنقوده بتاعته ورحت مقطعاه مكعبات علشان افرمه، او مقطعاه القطع علشان افرمه في الكبه. معايا هنا ملح ومعايا زيت وخل. هجيب كده الكبه وابتدي انزل بالفلفل زي ما انتوا شايفين كده اللي منشفاه تماما من المية. لازم ينشف، لو الفلفل ما نشفش بعد ما غسلتيه هيصوف معاكي بعد ما تعمليه ويعمل ريم ابيض ويحمض ويبوظ. هنا هنزل بكيس بكيس ملح عليه كده. كان عندي كيس فيه حبة صغيرين حطيتهم، وحطيت نص كيس تاني من الكيس اللي بعده. وهنزل كده بربع كوباية زيت و3 معالق خل. بس انا كنت فاصلة الكاميرا، حطيت الخل والكاميرا مفصولة. يبقى انا حطيت على كيلو، ده نص الكمية، هحط على كيلو الفلفل كيسين ملح و... و6 معالق خل وربع كوباية زيت. خلاص يا حبايبي، هبتدي افرم بقى كده الخليط كله زي ما انتوا شايفين كده. هفرمه في الكبة. كنت الاول لما ما كانش عندي كبة كنت بعمله في مكنة الفلافل، كنت بفرمه كده، او مكنة البسكوت كنت بفرمه، وبعد كده احط عليه الفلفل، احط عليه الملح والزيت والخل. اهو بفرمه تاني يا حبايبي، اهو يا حبايبي هفرمه جامد لما ينعم معايا اهوت ما شاء الله. هبتدي بقى انزله في الطبق البلاستيك واعمل الحبة التانيين. برضو هحط عليهم حبة ملح و... ومعلقة خل، عشان احط على الضربة الاولانية معلقتين خل، والضربة التانية حطيت معلقة خل واحدة. خلاص، يعني الكمية كلها كيلو الفلفل بياخد 3 معالق خل، وبياخد ربع كوباية زيت، وبياخد كيسين ملح من الصغيرين خالص أبو جني ده. خلاص، هحط الكمية التانية اهيت. ده كيلو فلفل كله على بعضه، بس أنا قسماه على مرتين أهو كده. وهحط بقية كيس الملح أهوت، وهاخد حبة من الكيس التاني لأني هيتعادلوا كلهم يبقوا كيسين ملح اهو كده. علشان احنا في الحر فانا هزود له ملح علشان ما يصوفش او يحمض او يعمل لي ريم ابيض على الوش. الهريسة الشطة دي بنعمله بيها ايه او استخداماتها ايه؟ بنعمل بيها البتنجان المخلل، بنعمل بيها اي مخللات بنحطها على المش، بنعمل بيها السمك، دقة السمك، بنعمل بيها البتنجان اللي بيتقلى، اي حاجة بحطها على المحشي، خلطة المحشي بحطها على الطبيخ، فبيتعمل بيها كل حاجة. هنا بقى فرمت الفرمة التانية اهو يا حبايبي زي ما انتوا شايفين كده. ما شاء الله نازلة حلوة جدا، مفرومة حلو، محطوط عليها خل ومحطوط عليها زيت، محطوط عليها ملح اهو زي ما انتوا شايفين. هرش عليها كمان رشة ملح علشان احطها في البرطمان. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. أهي رشت عليها رشة ملح تاني، يبقى تعادلوا بقوا كيسين ملح. كيلو الفلفل بياخد كيسين الملح، اللي هو الصغير خالص، يعني ما يسكرش، قد أصغر من كف الإيد كده. وحطيت ربع كوباية زيت و3 معالق خل. عايزة تزودي الخل براحتك، هو ما بيبانش في الأكل. أهو كده هبتدي أنزل بيه كده في البرطمان. البرطمان ده بلاستيك وغسلاه بمية سخنة معقماه علشان يحافظ لي على الفلفل او هرسة الشطة ما تبصي معايا. اهو كده يا حبايبي. هزود بقى على وشها زيت، هحط على وشها زيت، مليت البرطمان اهو، وهزود على وشها زيت، وهقفل بقى البرطمان واشيله في الفريزر اما استعمل منه، اطلعه واستعمل منه. اتفضل حبة. كان عندي كده فلفل اخضر، عاملاها هريسة برضو، بس بفلفل الاخضر بالثوم والفلفل الاخضر، فروحت حاطة الحبة اللي فاضلين عندي في العلبة اهو كده. يبقى العلبة الصغيرة دي كان فيها هريسة فلفل أخضر بس بالثوم، لكن الهريسة الشطة الحمراء من غير توم ومن غير أي حاجة، بالملح والخل
والزيت فقط لا غير. يبقى كيلو الفلفل عمل لي البرطمان ده ونص العلبة دي، حتى أنا مطلعاها من الفريزر أهو عليها تلج. وده كان روتين النهاردة، يا رب يعجبكم. ما تنسيش اللايك والشير والكومنت الجميل لوصفتي النهاردة والقناتي وصفة شيماء. مستنية بقى رأيكم في التعليقات، وأقول لكم في رعاية الله ومع ألف سلامة وباي باي.